بقي أن ننبه على بعض الأشياء. للقلقلة ذكر أئمتنا أن للقلقلة مرتبتان. هاتان المرتبتان كان من المفروض أن نذكرهما هنا عند قول الناظم قلقلة قطب جد، ولكننا لن نفعل هذا تبعا لإمامنا الجزري رحمه الله الذي شرحهما في البيت 39 كما سيأتي معنا عند قوله رحمه الله وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبنا. نرى اللوحة التي أمامنا. إذا نحن ما زلنا في البيت 24 الذي هو صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين. نحن نشرح قول الجزري قلقلة قطب جد. إذا نرى على اللوحة وللقلقلة مرتبتان سيأتي الكلام عنهما عند قول إمامنا ابن الجزري في البيت 39 وبينا مقلقلا أو مقلقلا إن سكن. سنشرح ذلك في موضعه بإذن الله. وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. ننبه على بعض الأشياء. نرى أمامنا على اللوحة بعض التنبيهات تتعلق بالقلقلة. التنبيه الأول كما نرى إذا أدغم حرف من حروف القلقلة في مثله أو مجانسه فلا يقلقل إذ لو قلقل لانفك الإدغام. نحو نرى الأمثلة حقت حقت. هنا القاف الأولى ساكنة والثانية مفتوحة، أضغمت الساكنة في المفتوحة. لو قلقلت الأولى لانفك الإدغام، يعني لو قلنا حققت حققت فانفك الإدغام وصار كأننا نطقنا بقافين منفكتين، وهذا لا يصح أبدا. لابد أن نقول حقت. المثال الثاني كما نرى اطلع من قوله تعالى اطلع الغيب. المثال الثالث ربنا مثال على حرف الباء. المثال الرابع ثجاجا مثال على الجيم المشددة. مثال الخامس يردون الدال المشددة. لو نطقنا الدال الأولى مقلقلة لصارت يرددون، ولا يفعل هذا أبدا أحد أبدا، لا من القراء ولا من العرب. أيضا عندنا من الأمثلة كما نرى على اللوحة الطارق. هذه أصلها الطارق، أدغمنا لام التعريف في الطاء فصار النطق بطاء مشددة. أيضا لا بد من أن يكون النطق بطاء مشددة غير مفكوكة الطارق. والمثال الذي بعده وليكتب بينكم وقد دخلوا. انظروا إلى وقد دخلوا، أدغمنا الدال الأولى في الثانية فصار النطق بدال واحدة مشددة. ولو وقفنا على الأولى نقول وقد. كذلك المثال الذي قبله وليكتب لو وقفنا. أما لو وصلنا فإننا ندغم وليكتب بينكم وقد دخلوا. الأمثلة الأخيرة التي نراها وهي قوله تعالى أحطت. هنا أدغمنا حرف القلقلة وهو الطاء في مجانسه وهو التاء. كذلك الأمر بالنسبة إلى بسطت وفرطت. لا تقلقل هذه الطاءات التي أمامكم، يعني لا يقول القائل أحطت بما لم. لو قلنا أحطت فنكون قد أظهرنا الطاء، ولا تفعل العرب ذلك. هذا الإدغام اسمه إدغام ناقص، سيأتي معنا بالتفصيل بإذن الله عند قول الجزري وبين الإطباق من أحطت مع بسطت والخلف بنخلكم وقع. هناك سنفصل في هذا الموضوع. الذي أريدكم أن تعرفوه الآن هذه الطاءات لا تقلقل لأنها مدغمة إدغاما ناقصا. نتوقف هنا عند آخر التنبيه الأول ونتابع إن شاء الله تعالى بعض التنبيهات الأخرى بعد الفاصل، فانتظرونا. نتابع حديثنا بارك الله فيكم على بعض التنبيهات
التي تتعلق ببحث القلقلة. التنبيه الثاني كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن التنبيه الأول، والآن نتحدث عن التنبيه الثاني الذي نبين فيه بعض الأشياء. عندنا بارك الله فيكم في القرآن العظيم يأتي أحيانا حرف القلقلة مشددا، كقوله تعالى الحج أشهر معلومات، أو كقوله والذين آمنوا أشد حبا لله. طب الحج لو وقفنا عليها كيف ننطقها؟ أو خلينا أولا نتأمل من أي شيء تتألف كلمة الحج. تتألف من الحاء المفتوحة ثم بعدها جيم مشددة. ما معنى مشددة؟ يعني فيها جيمان ساكنة ثم جيم مضمومة. الحج حج، هذه الأولى الساكنة مدغمة يعني تخرج بالتصادم. جو هذه مضمومة تخرج بالتباعد ويصاحبها انضمام. لما نقف على كلمة الحج مثلا ولا جدال في الحج، لما نقف على في الحج الجيم التي كانت مكسورة في الوصل لما نقف عليها تسكن وتتقلقل، أما التي قبلها فهي مدغمة. هكذا ولا جدال في الحج، في الحج، فلما نقول في الحج هذه الجيم الأولى المدغمة، هذه هي الجيم الثانية المدغمة. إذا ما الذي تقلقل من الجيم المشددة؟ الذي تقلقل هو الجيم الثانية، أما الأولى فبقيت على حالها، خرجت بالتصادم بين طرفي عضوي النطق ولا تأثير لذلك على القلقلة أبدا. كذلك أشد لو وقفنا عليها نقول أشد، أشد، فبقولنا أشد خرجت الدال الساكنة المدغمة، وبقولنا خرجت الدال التي كانت في الوصل متحركة وسكنت للوقف. ما الذي تقلقل؟ تقلقلت الدال الثانية، أما الأولى فبقيت على حالها. بعض الذين صنفوا في التجويد من المعاصرين قالوا يعني أن القلقلة في المخفف أو في المشدد أشد من القلقلة في المخفف. ليه يا أخي؟ أولا هذا الكلام لم يقله أئمتنا، يعني أنا أتمنى على إخواننا المعاصرين أولا أن لا يؤلفوا في التجويد، هذا أتمنى عليهم. ليه؟ للأسف يعني لضعف المستوى، كله بده يألف بالتجويد. صدقوني في السوق كتب على عدد شعر الرؤوس بالتجويد وأغلبها غث ولا قيمة له، لأنه صياغة ضعيفة، معلومات هزيلة، معلومات فيها خطأ أحيانا، لأن الثقافة ضحلة، الثقافة في هذا العصر ضحلة. أئمتنا القدامى رضي الله عنهم ما كانوا يمسكون القلم ليؤلفوا إلا بعد أن يتمكن الواحد منهم في العلوم، وخاصة علوم الآلة. وأعني بعلوم الآلة علم النحو والصرف والبلاغة، أن يعرف كيف يصوغ وأن يعرف مدلولات الكلمات وكيف تصاغ العبارات. أما الآن كله يريد أن يؤلف وكله يريد أن يضع اسمه على غلاف الكتاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن جملة ذلك خرج علينا بعضهم بقوله أن الحرف المشدد أشد قلقلة من الحرف غير المشدد. ليه يا أخي؟ غره أن هذا الحرف عليه شدة وأنه مضاعف، لكن في الحقيقة الحرف الأول لا علاقة له بالقلقلة، الذي يتقلقل هو الثاني. ما الفرق بين بهيج، بهيج، انظروا إلى الجيم كيف تقلقلت، بهيج، وبين الحج، الحج إلى هنا الحج ما يوجد شيء. هنا تقلقلت الجيم، فقولنا من الحج مثل بهيج، الجيم التي في كلمة بهيج. إذن المشدد مثل المخفف من حيث الحكم، ولم ينص أحد من أئمتنا على أن ذلك أشد، ولا أدري ما هو المطلوب مني عمليا. يعني لو قرأت في كتاب أحد المعاصرين أن الحرف المشدد أشد قلقلة من المخفف، طب شو المطلوب مني؟ يعني أنا الآن قارئ عم بقرأ وبدي أقف على كلمة فيها، بدي أوقف على قوله تعالى ولا جدال في الحج، ما المطلوب مني؟ أليس المطلوب مني أن أقلقل الجيم الثانية؟ طب يعني كيف يعني أشد؟ من أين جاءت تلك الشدة وتلك القوة وتلك أن نجعلها منزلة غير منزلة المخفف؟ أرجو أن من أراد، أو إذا قلت أنا أفضل أن لا يؤلف أحد في التجويد من المعاصرين، فإن أراد أن يؤلف فليتبع عبارات الأئمة ولا يخرج عنها، ليتبع عبارات أئمتنا، ليتبع عبارات سيبويه، عبارات عبد الوهاب القرطبي، عبارات مكي بن أبي طالب القيسي، عبارات أبي عمرو الداني، عبارات الخاقاني،
عبارات الشاطبي، عبارات السخاوي، عبارات ابن الجزري رحمه، عبارات شراح الجزرية من أئمتنا، ما يخرج عن عبارات الأئمة ويأتي بعبارات من عنده أو بتصنيف من عنده لا يوافق ما ذكره أئمتنا. أرجو أن ننتقل إلى اللوحة التي تبين ما قلته الآن من حيث التنبيه الثاني على القلقلة. نرى على اللوحة التنبيه الثاني: عند الوقف على حرف قلقلة مشدد نحو حق وتب الحج أشد، فإن القلقلة تكون للثاني منهما، لأن الأول مدغم يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، وعليه فلا أثر للتشديد على وضوح قلقلة مشدد، فالقلقلة في الحج مثل القلقلة في بهيج. وكذلك الأمر في الأمثلة التي نراها في اللوحة أمامنا في السطر الثاني. أقرأها عليكم: حق إذن القلقلة للقاف الثانية، وتب القلقلة للباء الثانية، الحج القلقلة للجيم الثانية، أشد القلقلة للدال الثانية. هذا التنبيه الثاني الذي بينا في هذه الحالات. بقي أن أنبه على أمر: بعض إخواننا المبتدئين في هذه الأمثلة التي رأيناها في اللوحة يترك فراغا صوتيا بين الجيم الغير المقلقلة والمقلقلة. هكذا يقول مثلا: ولا جدال في الحج الحق. انتبهتوا إلى هذا الفراغ؟ الحق. ما هذا الفراغ؟ هذا الفراغ لا معنى له. هذا الفراغ لا الفراغ في القراءة اسمه عند القراء سكت. ماذا يسمي القراء الفراغ الصوتي؟ يسمونه سكت. ليس ثمة سكت بين الحرفين القافين أو الجيمين أو الدالين، لابد أن يكون النطق متتاليا هكذا: قوله الحق، قوله الحق، أشد الحج، ولا نقول الحق. هل لاحظتم هذا الفراغ؟ هذا الفراغ لا يصح، لأن الفراغ كما ذكرت عند القراء له اسم واسمه السكت، ولا سكت هنا. لم ينص أحد من أئمتنا على وجود سكت في هذا الموضع، فلينتبه إلى ذلك.